والديا اللي قالوا لي تزوج وخلينا نشوف ولادك قبل ما نموتوا، اليوم حاوزوني من الدار. السبة انها مرتي دير المشاكل، حاوزوني في الوقت اللي لازم ما نتحاوز فيه، ما عنديش وين نروح. اليوم راح نتاخذ قرار ونخرج من الدار. تبعوني نتلاقى مع بابا ونهضر مع هضره تاع رجال، واللي فيها خير ربي يجيبهم. تبعوني. السلام عليكم. صباح الخير يا وليدي، واش راك لاباس؟ صباح النور بابا، لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. والله يا بابا غادي نحي مع السوجي هذا تاع خرج من الدار وكذا. خليتوني حتى نتزوج وجبت طفل، وبعد تقول لي خرج، ماشي المومون اللي نخرج فيه، على بالك بلي انا قيسي وقيس روحي، اون بلوس دو سا ما عنديش وين نروح. راك حاب تشوف وليدك يسكن في كراج بابا؟ يا وليدي سي لو مومون اللي تروح. اولا باش تكون عندك مسؤوليه، تقوم دير الدور تاع اب هكذا. وثانيا المراه تاعك كيما يقول لك شد الحدود، فاتت الحدود اللي هيك شنف تخبط البيبان، تعيط علي هناك، تعيط انا معايا ماشي اللي قيمتني، راني جايك. سامحني بابا، سامحني، حبيت نقول لك واحد الحاجه. انا كي جبت لو كان في الديبي قلت لي جيب لي خديمه، تقوليش تزوج. انا هكذا كي جبت بنت الناس شغل راهي مسؤوليتها فوق الطاقه. معليش بنت الناس هذه، ادي بنت الناس وخرج، هذه داري. روح كون روح كراجل، دير كيما درت انايا. انا ما قعدتش عند بابا، تزوجت خرجت. هذا ما صحيح بابا، الدنيا راهي صعيبه ماشي كيما بكري. ما يهمنيش. لو كان ما نقدرش ندير براكه ولا دير براك سكنها فوق شجره، لا ما يهمنيش. عندك 10 ايام في يدك ترفد مرتك وتخرج. هذا هو الحل. ما هذه الهضره، هذه الهضره الاولى والاخرى. معليش انا بابا راح ندير كونسيب نرفد حوايجي عادي، نسكن عند الناس، يدي باني من الناس، هذيك شي شغلي معليش. بصح كاينه حاجه، غدوه من غدوه كاين صله الرحم معاك، ما تلومنيش. غير تقحى. ربي يهديك، هذا واش نقول لك، والله غير ربي يهديك. شكوى لربي ماشي لله. معليش ربي يهديك. انا قلت لك خرج باش تكون روح تولي راجل، ما تبقاش تحكي له باباك اللي كرونطو باش تخرج. صح بلي تعرف شو راني نهضر. معليش بابا، صحيت وسامحني كي ديرونجيتك بابا.